ده في ايه؟ اخلصي، هتشتغلي ولا لا؟ هشتغل. هنسمي البرنامج ايه؟ مدحت على اسم جده ان شاء الله. احنا هنهزر. لا والله العظيم اللي تقولوا عليه. ايه اللي نقول عليه؟ طب بقول لك ايه، البرنامج اللي بيقولوا عليه معلش ما معلش مع احترامي ليك الجاي مش ليك. لو انت الكوتش انا ما بسكتش، اول ما اقول الكوتش خش ما تسكتش. حبيبي خدعوك فقالوا يا عبصلة هتعملي ايه؟ البرنامج اللي بيقولوا عليه. انت رجعتي ليه؟ البرنامج اللي بيقولوا يا عليه. بنتي اسمه ايه؟ البرنامج اللي بيقولوا عليه. ما ترحمينا بقى في ايه؟ لو ما كنتش تزعق. البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا اف ام. البرنامج اللي بيقولوا عليه. هذا البرنامج برعاية وي قبل أي حد. انا جيت. ايه ده انا جيت يا عم سلام. قولوا بقى. يا مساء الفل ومساء البهجه ومساء كل حاجه جميله وكل حاجه حلوه كل حاجه جميله، يعني مش عارفه اقول لكم ايه اكتر ما انتوا جمال يعني كده. على كل مستمعين ميجا اف ام الحلوين، اخباركم ايه وعاملين ايه؟ انا جمعتكم النهارده عشان اقول لكم ان رقم الاس ام اس هو 1927. ممكن كمان تكلمونا على 3835 او تبعتوا لنا بقى على الفان بيج ميجا اف ام 927. ممكن كمان تبعتوا لنا على تويتر هاشتاج البرنامج اللي بيقولوا عليه. دايما فخدعونا فقالوا في حكم وامثال، مش هقول لك كانوا غلط، هقول لك ممكن في زمانهم كانوا يمشوا، لكن في زماننا مش ماشيين. طب ليه يا سالي مش ماشيين؟ لان احنا سمعنا راي الاغلبيه. يعني لما اجي اقول لك، انا بقول لكم برضو كل مثل، انا اكتر حاجه كنت معترضه عليها ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. لا، ده انا ممكن اديك بالزبيب ده كله في وشك وما تبقاش حبيب. فاستنى انا عايزه ارش كحول برضو، ويا جماعه رشوا كحول والبسوا كمامات والنبي بقى، يعني بجد دي حاجه تانية على جنب. فيقول لك مثلا ايه، يعني احنا زماننا ده هيقول لك البس كمامتك، فاهم؟ يعني هيقول لك حاجات كتير. خدعونا فقالوا. الحقيقه في مقوله كمان قالها لنا، قال لك ايه؟ قال لك استحمل علشان المركب تمشي. طب ده صح ولا خدعونا فقالوا؟ يا عم استحمل عشان المركب تمشي، هيجرى ايه؟ لا انا بعت المركب ورجعت عوم، فاهم اللي هو كده؟ ولا انت فعلا مستحمل عشان المركب تمشي؟ طب انت بتعمل ايه؟ طب لا اقول لك استحمل، ما قالولكش هتستحمل لحد فين؟ طب ايه الحاجات اللي لو اتقالت لك مستحيل بعدها تمشي المركب؟ اللي هو لا غرقوا السفينه، فاهم اللي هو لا خلاص مش عايزين اي حاجه تانية. يجي لك ايه؟ احساس انك دوست قوي على اللي قدامك فلازم اهدى شويه، ولا انت على طول مش فارق معاك لا هخلي المركب تمشي؟ في حد في حياتك قلت انا مش قادر استحمل اكتر من كده؟ يا عم بلا مركب بلا بتاع، ايه اللي هيتغرق؟ عارف اللي هو كده خلاص، او انزل من المركب، انزل مش عايز بس خلاص. 1927 ده رقم الاس ام اس. انتوا مع المقوله دي ولا لا؟ استحمل عشان المركب تمشي. يوم تلات حتى، يعني يوم تلات ما بحبش. البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا اف ام. البرنامج اللي بيقولوا عليه. هذا البرنامج برعاية وي قبل أي حد. وانا ما حدش بيعبرني ليه؟ انا ما حدش كلمني ليه؟ ما حدش بيعبرني ليه؟ والله العظيم احلف ما انا واخده ولا تليفون طول الحلقه وانفذها. ليه؟ لاني قلت لكم رقم التليفون بس ما حدش عبرني. 38356962. التليفون ما رنش على فكره، لدرجه ان انا فتحت السماعه قلت اكيد ما فيش حراره، يعني اكيد اهو التليفون بيرن دلوقتي واقسم بالله والله العظيم. طب استنى انا هاخد تليفون عشوائي وزي ما تيجي يلا نجرب. استنى بس، والمصحف انا اول ما قلت التليفون ليه انا مرزقه. الو الو. لا انت لسه هتتنحنح. انت مين؟ انا محمد. ازيك يا محمد؟ انت ليه مش بتكلمني من اول البرنامج؟ ليه انا احس ان انا وحيده على الهوا يا محمد؟ معلش بقى انت. انا وحيده. انت وحيده؟ عامل ايه يا محمد؟ اخبارك؟ الف سلامه. الحمد لله. محمد انت بتشتغل ايه؟ انا صاحب عمل. صاحب عمل ايه بقى؟ ما احنا عايزين نعرف ايه العمل اللي انت عملته. يعني عندي ورشه صغيره كده بصنع فيها مسمار. يعني ايه بتصنع المسمار؟ انا اعرف بيصنع المجد، لكن اول مره اسمع ان بيصنع المسمار ده. لا المسمار اللي بجد؟ المسمار اللي بجد المسمار. ايه ده؟ اللي انت بندق بيه بتصنع الخشب. المسامير اللي بندق بيها الخشب دي؟ بالظبط واو، ايه ده؟ انا اول مره اشوف حد كده. طب ده بيحتاج في صناعته ايه؟ يعني انتوا ازاي بتعمل المسمار؟
في كذا مرحلة بناخد الموضوع دوت. بيبقى حديد في الأول خالص، اللي هو الحديد العادي خالص. وبعدين الحديد ده بيتعمل له عملية سحب بحيث يرفع شوية، يبقى بحسب السمك اللي احنا عايزينه. وبعد كده بيتقص وبيتدق عليه بطريقة معينة وهو بيتقص بحيث تعمل راس المسمار. وبتعمل كمان المسامير بتاعت الشنيور؟ لا، مسامير الالوان العادية والعادية لا. انا طب بعمل دي بتكسب بقى يا باشا على كده؟ انت راجل كسيب يعني. الحسد بقى. الحسد يا عم قول، مش هنقر عليك يا عم. والله قول يمكن نتعلم منك مش عايز احبطك بس عايز اقول لك ان الدنيا كلها بايظه دلوقتي. يعني انت ما احبطتنيش خالص. ما لسه بقول لك يوم تلات ورشوا كحولكم ولسه بقول لك الدنيا بايظه. لا ركزوا بقى. طب بقول لك ايه، انت استحملت عشان المركب تمشي ولا ما استحملتاش؟ والله بالنسبه لايه بقى بالظبط يعني؟ انت متجوز؟ ما انا حسيت التنهيده اللي في الاول اللي هو والله هتفكر 1000 مره قبل ما تقول لك كون هي بتسمع او حد من اهلها او حد من اصحابها. لا هي قاعده جنبي. هي قاعده جنبك اساسا؟ طب ما تديها لي كده نسالها. انت تستحمل ليه انت طالما هي موجوده؟ استحمل ايه؟ نحن تاني اكيد هي اللي جايه على نفسها يا حبيبي. هي اللي جايه على نفسها طبعا هي اللي جايه على نفسها. كل ستات مصر جايين على نفسهم. كلفتها بكلمتين. ايه المقابل؟ عايز ايه؟ عايز اعيش في سلام، عايز اموت في سلام، مش عايز اسمع صوتك. لا على فكره هي حبيبه قلبي طبعا، ولو لفيت الدنيا دي قصه كلها. حب قد ايه دي؟ قصه حب كبيره خالص. ايوه ليه قد ايه؟ في 3 ايام كنا متجوزين. 2009. ايه ده بجد؟ ايه ده؟ لا طب اديها لي. لا مش هديها. افتح لها السبيكر ليه؟ انت خايف من ايه؟ ما عنديش ستات بتتكلم في الراديو. ايه ده ايه الاوفر ده؟ اديها لي يا محمد، اديها لي بقى ما خليها تغير تفكيرها كله. طيب معاك. اديها لي. البرنامج اللي بيقول اقسم بالله العظيم معاك سالي عبد السلام. قالت لك يا سلام. بس هتقفلوا الاشكيف اللي وراكوا ده، انت سامع كده؟ انا بطشي بالحب. لا بجد؟ لا اسمها ايه طيب؟ اسمها ايه؟ ممنوع نقول اسمها كمان على الراديو؟ لا ما تبقاش اوفر يا محمد. قول يا لا محمد. طبعا اسمها ايات. ايه ده؟ الله. طب عندكم ولاد ولا ما عندكوش؟ ايه ده بقى؟ إيه؟ عندنا سلمى وعندنا ريم. سلمى وريم؟ ايه ده حلو ما شاء الله. طب انت استحملت قد ايه؟ يعني انت بتقول من 2009 يبقى لك 11 سنه صح؟ طب في حاجات فعلا بتكبر دماغك فيها عشان المركب تمشي؟ يعني احيانا بنضطر احنا نتغاضى عن حاجات كتير قوي. هو في الحياه العامه اصلا لو ما كبرتيش دماغك في حاجات معينه كده مش لا بس بقول لك ايه اكتر حاجه بتيجي علينا؟ الحياه الشخصيه. يعني انا لو الشغل لا وانا اكبر المركب تمشي ليه؟ ما اجيب المركب اخبطكوا بيها وامشي. الحياه العامه زي الحياه الشخصيه. لا يعني ممكن اكبر دماغي في الحياه الشخصيه اكتر. في الحياه العامه في شغلي لا. ما ليه اكبر دماغي يا محمد؟ ليه بقى؟ ليه هما انتوا من بقيه اهلي؟ يعني ايه العشم الزياده ده ليه؟ انت عادي برضو في شغلك بتخليهم يتعشموا فيك؟ لا طبعا في حاجات ما تقيسيش كل حاجه او كل كده بمقياس واحد. كل حاجه ليها مقاييسها وكل حاجه لازم في وقت معين تعملي حاجه معينه. انت عندك كام سنه؟ تديني كام سنه؟ يعني بتاع 38. انا 32. بس الدنيا جت عليك جامد. الحمد لله. اتعلمت كتير انت. خبرات دي اكسبيرينس دي مش بالساهل. الحمد لله. بيع خبراتك في كيس، اوعى تديها لحد. لا حاضر. يعني خلي افكارك لنفسك. اوكي. نورتني يا محمد وتسلم لي. ربنا يخليكم لبعض. شكرا. باي باي. مع السلامه. اقول لك كل حاجه فعلا بتضطر تيجي على نفسك فيها. في حاجات وحاجات. يا رؤية انا بحبك، انا بديكي سلام يا روحي. يا عم سلام. قولوا بقى. طب انا عايز اسال الناس اللي هم سكتوا عشان المركب تمشي، مشيت ولا خدعوك فقالوا؟ عشان تعرفوا الناس اللي سكتوا يعني ما قدروش يسكتوا. يعني فاهم اللي هو لا انا مش هقدر اسكت عشان المركب تمشي، انا مش هقدر اجي على نفسي. يعني عايزين نسمع. طب المركب اتقلبت بيكوا في الاخر؟ فاهم اللي هو في ايه؟ مع السلامه للي عايز يمشي، والمركب اللي تمشي ما ترجعش. في ناس بتقول لك كده، ناس تقول لك لا لازم تعقلها وتحسبها يا عم كبر. يعني لما حد يقول انا مش زعلان، لا انت زعلان، تعالى نرضيك عشان انت زعلان. اغنيه تحسها كده قوي. طب بيقول لك استحمل عشان المركب تمشي. جدودنا قالوا كده، ابهاتنا قالوا كده. يا عم استحمل عشان المركب تمشي. طب بعد ما المركب تمشي، طب ما انا هفضل اضغط على نفسي لحد ما ابظ منكم. ولو بظيت كلكم هتزعلوا ويرجع يقول لك يا عم دي بتغلط فينا وغلطه وكلامها وحش ولسانها طويل. ما هو انتوا طردتوني. انت ما فكرتش في المعلومه دي قبل كده؟ طب انت استحملت عشان المركب تمشي زي ما هم قالوا؟ طب مشيت ولا غرقت؟ انا عايز اسمع كده خبراتكم مع المركب.
عايز اسلم عليكم كمان على 1927. استحملت عشان المركب تمشي ومشيت فعلا، بس نزلوني منها. دي كوميديا. انا لا انزل من المركب بمزاجي، انا دافعه. كل شيء لازم بحدود. طب انا عايزه اسمع اكتر بليز. ده رقم اخره 28. المركب قربت تغرق. برافو يا دالي. خليها تغرق الدنيا يعني. بصي صوتي هيروح فاهمه. محمد شعبان انت اول واحد اديك سلام. يا عم سلام. تصدق حاضر. قولوا بقى. اول كومنت يا جماعه البيج بياخد سلام يا حرام، وبيتسابقوا عليه فاهم يعني. تحس ان ده انجاز. طب بذمتك ده انجازك في الحياه؟ يلا مش مهم. انت بيبقى انت رجعتي تزعلي. ابو يوسف بسلم عليك، ونوسه بسلم عليكي، ومي محمود يا عبد السلام. هبه عثمان بسلم عليكي، ومين تاني محمود الصعيدي بسلم عليك. يلا يا جماعه فكروا. لا مش مهم المركب تمشي اصلا، مش مستاهله اجي على نفسي لو هو ما قدرش يجي على نفسه. دي النوسه. ما هي يا محمد انت بعتلي على 1927. استحملت كتير عشان المركب تمشي وفي الاخر غرقت بيا لوحدي. لا يا حبيبتي واحنا موجودين. لا قولي لي غرقت المركب ازاي؟ قولي لي ونحاول نصلحها. اسكتي يا سيدي المركب غرقت ليه يا عم؟ حتى عماد كرم مركبه غرقت. كل المراكب غرقت خلاص. طب ما تقولوا لي غرقت ازاي؟ يعني احيانا بيقول لك ايه، انه لما بتيجي تبحر مع حد او بتروح مع البحر بتبص على المركب، لو لقيت في المركب ثقب وانت شايفه ارجع يعني فاهم يعني، لانه رايت ثقب في مركبك من الاول وانا تغاضيت عنه فقالك استحمل عشان المركب تمشي. دي دايما يقولوها لنا حتى اجدادنا. اول ما حد كبير كده يقول لك يا عم استحمل عشان المركب تمشي، وان ما مشيتش هيحصل ايه؟ بس في حاجه حلوه بقى بتقول لك ايه، شوشو بتقول لك بسكت عشان المركب تمشي، ومرمر انا بسلم عليك بيقول لك لازم نتصالح مع فكره ان في ناس مش لينا، هنحبهم ومش هيبقوا لينا. لازم يعني نتصالح كمان ان في اصحاب هيختفوا فجاه وبدون مبررات. نتصالح مع حقيقه اننا لوحدنا مهما كان حوالينا ناس. مشوارنا هنكمله سولو، بس في ناس ممكن نحبها ونفضل ساكتين ما نقولش. البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا اف ام. البرنامج اللي بيقولوا عليه. هذا البرنامج برعاية وي قبل أي حد. والبرنامج اللي بيقولوا عليه برعاية وي قبل أي حد بيقول لك إيه بقى؟ البرنامج اللي بيقولوا عليه قال لك استحمل عشان المركب تمشي. كل ما نقول لهم زمان احنا مخنوقين يا حبيبي استحمل عشان المركب استحمل عشان لما تكبر ترتاح. انا عايزه يعني ما هو برضه احنا ما ينفعش نقول حاجه عليهم لان هم كبار برضه فاهم يعني. انا هراعي مشاعرك، انت كنت راجل كبير ويمكن مش فاهم دنيا. بس ازاي كده يا بيتر؟ الو بيتر، انت استحملت عشان المركب تمشي؟ طبيعي طبعا. ليه يا بيتر انت بتستحمل عشان المركب تمشي؟ لان زي ما انا بستحمل زي ما الطرف الثاني برضه بيستحمل. طب وهنقعد نستحمل بعض لحد امتى يا بيتر؟ الحياه كلها استحمال، لان انا مش بفضل حالاتي في كل الوقت والطرف الاخر مش بفضل حالته في كل وقت. مين في الحياه دي ما اتولدش بريء؟ خالد عكاك بقى. ما بنختلفش عن الملائكه في شيء. لا ده انت معايا بقول لك ايه، كنت عبقري. ده لو قلت مش هيفهم الافيه. اللهم صل على النبي. يا بيتر انا عايز اقول لك حاجه، انا دي ثاني مره اكلم فيها الراديو في حياتي بجد، او اي برنامج او حاجه. المره الاولى برضو كانت معاكم بس كانت اللي هو بتاع خالد عليش. خالد مش مهم خالص، انا الاهم فاهم. اكيد ما كنتش مع السلامه. عارف اللي هو ليه كده؟ الله وانا مالي يا لمبي. بنهزر يا خلوده عشان بس بتيجي على نفسيته بس. بالظبط. طب قول لي وبعدين استحملت قد ايه بقى؟ لا هي مش موضوع قد ايه يعني، هي الفكره ان احنا لازم نحتمل بعض، كل واحد يستحمل الطرف الاخر. طبعا بيبقى في حدود وفي ليميت، لكن لازم الاستحمال يكون من الطرفين مش من طرف واحد. ايوه ده لمين؟ ده الكل يعني، ده في الشغل وده في الحياه الزوجيه وده في الحياه. في الشغل انا استحملهم ليه يا بيتر؟ عشان هم يستحملوني. بقول لك انا مش في كل الحالات، ده برضه اوقات كتير بكون متنرفز، اوقات بكون خنيق. لا ما في الاغلبيه انت بتستحمل بس في ناس تطلع اوباش. عارف ايه ده؟ انا اوغاد. ايه ده؟ ليه كده فاهم؟ لا على فكره انا استحملتكم يا شيخه روحي، ويتريق عليك فاهم؟ لا بس يعني لو ما استحملتش يعني مش هكسب على طول، ممكن اكسب مره. يعني انت مع المقوله مش ضدها؟ الاغلبيه زعلانين منها يعني، عايزين يضربوا بيها عرض الحائط. وانا اسفه اني بقول لك حائط في وسط الكلام. لا خالص، لا ده حقيقي. بس لا بصي يعني
الكلام حلو لكن في الفعل لا. اللي في ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. في واحد ممكن يكون محتاج شغل مثلا ولازم يستحمل لان هو محتاج الشغلانه دي. فاستحمل بقى. عارف اللي هو خش بابتسامه حلوه. الابتسامه الحلوه فين يا جو؟ ما هي جو كده يعني. طب انت بتيجي على نفسك قد ايه؟ يعني انت مثلا لو انا قلت لك انت راجل حمول قد ايه؟ اديني برسنتج من 100 من 100. ايوه حمول دي. حمول شو؟ لا ده انا في العربي ايه اوعى، ده انا كنت طالعه التاني على ادبي. كلام الجينيوس بتاعنا هو اللي هيخلص. انت راجل حمول قد ايه يا استاذ بيتر؟ لا ممكن اقول بدرجه كبيره. لا اديني برسنتج، اديني اسمه ايه؟ ممكن نقول بنسبه يعني 80 ل 85%. وغرقت المركب ولا كويسه؟ لا كويس. انت تمام لسه ما باظتش؟ لا لسه الحمد لله. ما لجأتش للعلاج النفسي لسه؟ طب ليه طيب كده؟ طيب هو من كتر ما تضغط على نفسك بقى ما هنروح كلنا ناخد جلسات الكهرباء. الحمد لله ده بيبقى يعني طبعا بتوفيق من عند ربنا، توفيق بس كل ما طبعا انت ستر والله العظيم. انت عندك كام سنه يا بيتر؟ انا عندي داخل في ال 32. لا هتكمل معانا شويه. ميرسي يا بيتر نورتنا. ثانك يو كلمني دايما. باي باي. باي باي. باسم يعني انا عجبتني المسج بتاعتك لانها لمست الواقع. اسمح لي نقراها مع بعض على الهوا. قال لك كنت في شغل واتحملت لغايه ما بقيت شغال مكان كل اللي يغيب وفي الاخر بح ايه بقى؟ فين فلوس المجاميع؟ فين فلوس المجانين؟ فين فلوس الاوفر تايم؟ لا اعمل لكم مجنونه. فين؟ عارفه الدردير ستايل اللي هو مدرس جغرافيا فلسفه لغايه ما يجي مدرس ما تقطع يا ابني. مين اللي قتله؟ فاهم؟ انا فضلت مثلا ايه 5 سنين لا اكتر 7 سنين من عمري اللي هو متحمل عشان المركب تمشي. المكان لسه كان تحت الانشاء. انت قعدت بتشتغل في مكان 7 سنين؟ في مكان 7 سنين. لا ده انت هتاخد اليوبيل الذهبي والله العظيم. ده هم اخرهم سنتين. والله العظيم سنتين، ولو شفت حد هنا اقطع رجله. فاهم؟ انا اقعد في مكان وياك حد يجي. المهم ايه المكان تحت الانشاء. وطيب معلش بس النهارده فلان ده غايب معلش في مكانه حاضر. اصبح اللي غايب ده اصلا هو خلاص مش هيجي تاني، ده هو غاب للابد. طب هو مش هيجي يا باشا ولا ايه؟ ولا احنا اللي هو طيب ماشي. طب فلوس الناس دي مرتبات الناس اللي كانت بتدفع دي انا شغال مكان 1 و2 و3 عشان الدنيا تمشي. طب انت مرتبك زاد ولا ما زادش؟ لا والله يعني الزيادات ما كانتش قد التعب طبعا. ما قال لك بقى يا عم ما هو باسم هيشيل اخوك باسم موجود بقى. استنى يا باسم عشان انا متعصبه. وانا لو كنت استمريت فعلا كنت بقيت محلك سر. لكن انا يعني انا طورت من نفسي. اي نعم خدت الخطوه متاخر لكن خدتها. اللي هو لا سبت المكان خالص والله العظيم بعد 7 سنين شايل اخواتك تولع يعني باللي يا عم ما تولع. عارف اللي هو المدير وحضرتك المدير حضرتك يولع معاهم وروح ماشي وسايبهم. مش كده يا باسم. لا هنشيل شغل زمايلنا. احنا عارفين نشيل شغلنا الاول. شغل زمايلنا بحدود مش ولا يا عم بحدود. لا بصي هو مش دعوه بحد يا باسم. انا مش مع المقوله ولا ضد المقوله على في المطلق. لا طبعا. اقول لك على حاجه. الجدع بجد شيله لان ربنا هيوقف لك ولاد الحلال. يعني الجدع ممكن يشيلك. يعني ما حدش عارف بكره في ايه. ما انا ممكن اتعب ممكن اعيا ممكن اي حاجه تحصل فهلاقي كده. هو لو انا بمشي المركب مش تقصير من التاني. لا يا جدعانه اللي حيله من التاني مثلا او ظرف معين او كده بس كده. وبعدين الطريقه بتفرق الاسلوب لكن بيفرق. انا لو فضلت اجدف من ناحيه واحده المركب هتلف حوالين نفسها مش هتمشي. المركب ليها متدفين عشان تمشي لازم الطرفين يكونوا بيجدفوا بنفس القوه. توكة الحزام وخد المركب واللي يفكر يحط صوابه عشان يمسك في المركب تعالوا نورتني. بالظبط كده. باي باي. باي. لا لازم طبعا حب. خلي الناس تحب. روح للناس يا حب. بس يعني ما احنا ياما عملنا معاكم يعني فاهم. وفي الاخر قالوا لكم 20 ما نعمل لكم ايه تاني؟ لا ده انا كنت قايله لكم صوابعي ال10 ده كانوا 20. ما كانوا 20 شمعه. ويقول لك يا سيدي انت تؤمر يا سيدي خد اجازه وما تقلقش. وايه 40,000 جنيه تباشير ملون عشان الولاد على الله ما حدش ينخرب ورانا. في الاخر بدل ما ينخربوا ورانا قلبوا السفينه. قال لك استحمل عشان المركب تمشي. طب ما اقول له ان انا مستحمله ولا بلاش ارميها له؟ انا قلبي مساكن شعبيه. حد بعت لي على 1927 نور الدين من اسكندريه وحشتيني قوي. طب انت راجل ولا بنت عشان اعرف اقول؟ لو انت بنت وحشتيني جدا طبعا. لو انت راجل الله يخليك يا باشا على راسنا والله.
في كمان مها محمد عجبتني قوي المسج بتاعتك. احنا بنتكلم بيقولك استحمل عشان المركب تمشي في البرنامج اللي بيقولوا عليه برعاية وي. خلاص بيقولك ايه بقى؟ استحمل عشان المركب تمشي. انت صح ولا لا؟ مها بتقولك انا استحملت عشان المركب تمشي لاني مش بخلف، ففوق 19 سنة استحملت حاجات كتير بلاش اقولها على الهوا، لحد ما في الاخر يا اختي غرقت بيا لوحدي. حبينا بعض واتجوزنا وفضلنا مع بعض، وفي الاخر عيد ميلادها بكره وهتتم 42 سنه. طب بصي بقى، انا مش هشغلك طبعا حكيم من تاخدي اغنيه حلوه. هو ده حماده اللي انا حبيته. يعني لو انت حاسه انك اتغيرتي، حاسه انك استحملتي، بصي على اللي قدامك هتحسي ان الزمن فرق كتير قوي. ده اللي كان طيب. عملت كتير يا خالد. ايه ايه الاخبار؟ الحمد لله يا ابني، الحمد لله. تمام الحمد لله. استحملت يعني ولا ما استحملتش؟ انت عايز ايه انت؟ واستحمل ليه؟ ده مبدأ برضه. واستحمل ليه؟ عشان المركب تمشي. هي مش هتمشي من غيري وانا السواق ولا ايه؟ ما هو المركب اللي برئيسين بتغرق، انت ما تعرفش ولا ما حدش قال لك؟ بالظبط كده. لا بالظبط كده. طب امال ايه؟ لا والله انت القبطان؟ ايوه انت القبطان. انا القبطان؟ وانا عشان انا القبطان اموت يعني ولا ايه؟ كلاوي الجينيوس بتاعنا هو اللي هيخلص يا ابني القبطان بيموت اول واحد، انت مش عارف؟ يعني القبطان لا ده بيضحي بنفسه عشان الرعايه بتوعه اللي معاه. لا ده القبطان بقى. يعني طب انت دورك ايه على المركب؟ بس انا افهم انت دورك ايه وانا احل لك مشكلتك. طيب نتكلم بقى بجد. يلا. لو الموضوع في العيله، في مركب العيله طبعا. اسكت انت عشان انت كلامك بيعمل مشاكل، انت كلامك بيقف في الزور، معروفه. انا عارف باينه. انت عندك كام سنه؟ تاني كام سنه؟ يا عم انا فاكره امي عندها كام سنه؟ 52. طب وانت اخواتك بيحبوك؟ طبعا اكيد طبعا. طب ما حدش بيحبك. ما انا عارف طبعا. خليك العيله كلها عارفه الثاني عبد السلام. بتقول لهم ايه بقى يا خالد؟ اسمع مني الكلمه. بتقول لهم سالي نفسها ما بتحبش نفسها. يا باشا انت هتحبوني ازاي؟ طب انت بتستحمل فعلا في مركب العيله؟ مركب العيله طبعا الواحد لازم يستحمل. طب وهل بيقدروا ده؟ هل بياخدوا بالهم ان احنا جايين على نفسنا؟ اكيد. لو مش واخدين بالهم النهارده هياخدوا بالهم بكره. ولا انت بتروح رامي كلمه انا استحملت كتير على فكره واللي جاي وحش؟ لا هو كده بقى يبقى اللي فات مات واللي جاي كله مفاجآت. طب ما بس كده اهو. لا ده انت كده فاهمني. لا وكنت عبقري عبقري طالما فيها مفاجآت. يلا نفنط ونلعب من الاول. برافو يا باشا. طب وفي حياتك بقى الشخصيه بتستحمل عادي ولا لا؟ لا في الشغل مش هستحمل حاجه غصب عني. في الشغل. طب لو مديرك مثلا قال لك انت شكلك مش عاجبني؟ والله هو ايه اللي يخليه يبص لي ما يبص لشغلي؟ صح. بس حتى لو كان شغلك حلو انت شكلك مش عاجبني، شكلك بينرفزني يا اخي. يغمض عينه عن شكلي ويبص لشغلي. ما تيجي نتغاضى عن شكل بعض. طب وفي حياتك بقى في بيتك؟ لا في بيتي طبعا اوكي، انا استحمل كل حاجه عشان خاطر بيتي وعيالي. يعني احنا بنستحمل في حياتنا الشخصيه، لكن في حياتنا العمليه والمهنيه لا. لا طبعا. ولا مع الصحاب. طب مع الصحاب صحيح، انا نسيت اسالك. ده محور مهم جدا. كمان انا برضو خدت بالي اللي انت ما سالتيش فبقولها. طب انا قلت لك، بس انا حسيت ان ما حدش بيحبك. انت عندك صحاب؟ ما حدش بيحبني. طب وبعدين طب انت هتعمل ايه عشان الناس تحبك الفتره اللي جايه؟ اعمل لهم اعلام بقى. ايه بقى؟ اقدس الصداقه. فاهم؟ رجل 52 ويقدس الصداقه. انا عايز صحاب بجد يا جماعه، لان اللي فاتوا ما ينفعوش. طب كام حد من صحابك باعك؟ نعم. كام حد من صحابك باعك؟ السؤال مفاجئ جدا، دي حقيقه. كام صاحب؟ يعني ممكن يكون قليل مش كتير. لا يعني كام؟ يعني اديني رقم. اديك رقم؟ 2 باعوك؟ لا يا خالد انت بتجامل. لا اسمح لي، انت بتجامل. جامد؟ بتجامل. شفت هو بيقتنع. ده سلام مربع. ده النرجسيه هوبا فوق خالص. والله العظيم انت عالمي. بقول لك ايه، انت عالمي. اوعى حد يهزك. تسلم لي ونورتني على راسي. ميرسي يا خالد. باي باي. يعني هو في ناس تقول لك تستحمل عشان المركب تمشي في حياتك الشخصيه، لكن هنيجي نستحمل في حياتنا المهنيه لا. انا اقعد اشيل صحابي واشيل اشيلك ليه؟
احنا كلنا نقعد نشيل بعض قبح قبح قبح، وبعدين انا مين يشيلني قبح؟ ما حدش يرضى يشيل الشيل. بس تقعد تفكر كده. لا في عائلات فعلا والله العظيم يقول لك اسكتي انت، كلامك بيعمل مشاكل. حتى حطيتها لهم امبارح على الفيسبوك، يا اخويا انا اقول الكلمه من هنا الدنيا تولع من هنا، وهم بيبقوا حبايب وانا اللي وحش. ما بقاش ليها في قلبي مكبيه انا ما اختارهاش. قال لك استحمل عشان المركب تمشي، الناس شايله. قال لك على رقم الSMS 1927 استحملنا كتير قوي يا سالي والله عشان المركب تمشي، لحد ما الواحد اتهد. والله العظيم انا زمان هدني ولا حد بيودني. اللي يشوفني دلوقتي يقول لك الحمد لله سبحان المعز المذل. يا اخي انا عنصريه جدا، دي حقيقه. فعند رقم اخره 97 انت لسه اول مره تعرف؟ لا ده انا عنصريه جدا، الكلمه دي اتعملت عشاني. المركب لو ايه، لو مكتوب لها ليه يا ابني لازق في بعض كده الكلام؟ لو مكتوب لها تغرق هتغرق، حتى لو استحملت مفيش حد هيعوضني. يا نور يا متشائم. في مراكب نقدر نستحملها عشان تمشي، وفي مراكب ما ينفعش نستحمل. ده احمد الحوفي. لا ما انا عايزه، انا ما بحبش انا بقى الكلام العايم ده، انا احب افهم. يعني انا ممكن اجي اقول لك ايه، احيانا المركب بتمشي واحيانا المركب بتسير واحيانا المركب بتقف. لا ده رد واحد عايز يهرب من السؤال. بحب ردك يبقى قاطع وصريح، انا ما بحبش اللوع. يعني ما تقول لحد انت كذاب يزعل، بس لما اقول له انت ملاوع او مراوغ بيستحملها. مع اني ما بعرفش ازوق هذا الكلام الجميل. ما هو مراوغ يعني بيكذب بيحور، يعني فاهم؟ تحور ليه؟ لا مركب تمشي. ممكن اجي اقول لك، وانا اقول لك استحملت عشان مركب تمشي، تقول لي ايوه يا سالي انا استحملت عشان مركب تمشي. اقول لك عملت ايه يا ابني عشان مركب تمشي؟ تقول لي عملت 1 2 3 4. اقول لك طب يا سيدي مع السلامه. طب يا سيدي ما تتكلمش تاني. 3835962 ده رقم التليفون. مش عايزه منك اكتر من كده. اهو انترفيو في 3 ثواني. حصل ايه بقى؟ يلا هيروح ايه تاني؟ يلا بجمله اللي راح. يلا من احلى اغاني الفنانه يار. يلا البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا FM. البرنامج اللي بيقولوا عليه. هذا البرنامج برعاية وي قبل أي حد. وهو قال لك ايه؟ البرنامج اللي بيقولوا عليه 1927 ده رقم الSMS. ممكن تكلمونا على 3835962 او تبعتوا لنا على الفان بيج او على تويتر. بيقول لك ايه بقى؟ استحمل عشان المركب تمشي. صح ولا خدعونا فقالوا؟ يا بسمة اخبارك ايه؟ زي العسل يا قلبي، حضرتك عامله ايه؟ نبنش العسل. سمعتي رأيي امبارح يا بسمة ولا قفلتي؟ ما سمعتيش بقيه الخمسه صراحه صح؟ لا سمعت في الاخر خالص، ما سمعت صراحه. ليه؟ اذا كان كنت عاملاها عشانك يا قلبي والله العظيم ما سمعت. معلش ما انت لازم تغيري افكارك الجميله دي يا بسمه. ما احنا سوا هنغير. ما انا لما نغير في افكار بنات سوهاج في حاجات صح وحاجات ما ينفعش نستحمل ونيجي على نفسنا فيها، نبقى بناخد ثواب عشان تعلمي الباقيين. يمكن يبقى علم ينتفعوا به. ممكن تبقي تسمعي. ممكن. الست امبارح ما كانش ينفع تتجوز الراجل يا بسمه عشان تخلف وبس. هو اصلا ممكن يخليها ما تخلفش في الاخر. هو عايز ان هو اللي يستنفع بيها وهي ملهاش اي مصلحه. لا يحرمهاش من حقها الشرعي طبعا. ايوه مفيش حاجه اسمها لو بتحبه. هو مفيش حاجه اسمها حب يا بسمه. الحب ما بيدومش يا حبيبتي. في حاجه اسمها توافق وعشره وسكينه وموده ورحمه، بيجي معاها العشره والحب. لكن اصل بحبه يا بابا بعد كده فجاه تتصدمي بالواقع اول ما تتخانقوا. مفيش حاجه اسمها كده يا حبيبتي. اتفقنا؟ اللي بيستحملوا والله العظيم. انت استحملتي كتير يعني؟ انا لسه الحمد لله. بصي بتقولي مركبة تعدي وما تعديش. المركبة يعني كنت بهد عشان المركب بيتعدي بس ما بتعديش من تقل الدم. مين بقى اللي دمه تقيل؟ كل اللي حواليا بصراحة تلاقيهم. بصي انا بستحمل كتير قوي عشان خاطر اخواتي، مش عشان خاطر اي حد ثاني. يعني انت الكبيرة بتاعتهم صح؟ انا في اكبر مني متجوز. اللي اكبر منك قد ايه؟ 27 سنة. 27 اللي هي اللي متجوزة. هو اللي بس انت بتستحملي ايه بقى عشان خاطر اخواتك يعني؟ انا بستحمل اهانه كتيره وشتيمه من بابا ومن ماما ومن انت كبش الفدا بتاع البيت. انا عارفاه ده اللي هو يخافوا من الكبيره او يخافوا من الصغيره عشان لسانها طويل فيجيبوا الوسطاني. تعالى اتهزق انت فاهم اللي هو الله انا مالي يا لمبي ما تروح تهزقه هو يا اخويا. الله وانا مالي هو عارفه بييجوا يعملوا واخوك اتاخر ليه؟ لما تكلموا يا اخويا بتكلموا يا حبيبي واخوك بيعمل مش عارف ايه ليه. لا بخافوا من القلب بتاعت بسمه وخلاص بتكبري دماغك. بس عارفه بسمه ان احنا ثوابنا اكبر. يعني في مكان في الجنه
للعيال اللي بيتهزقوا اكتر في العيله دول اكيد استحملوا كتير عشان والله المركب العظيم يا تمشي. استاذه سالي وحياه ربنا استحملت كتير او كتير او خلي كتير بالك انه لو اهلك بداوا يخافوا منك او مش عارفين يكلموكي زي الاول او بداوا يعملوا حساب كل كلمه، ده يعتبر درجه من درجات العقوق. انا ما كنتش اعرف. يعني انا عندي اتهزق احسن ما يفضلوا ساكتين مش قادرين يقولوا كلمتين واشيل انا الليله احسن بدل ما يبقوا مش راضيين. انا ما عنديش اتهزق، انا عندي الضرب بس ما اتهزقش. يعني الضرب احسن من التهزيق؟ انا عندي الضرب احسن. يعني ما تاخديش كلمتين في جنابك؟ لا تتضربي احسن. طب يا ترى اني احلى القلم ولا الشلوت ولا القفا؟ القلم احلى من الشلوت. انت بتتكلمي جد ولا بتهزري؟ اقسم بالله العظيم. يعني ايه الضرب احسن من التهزيق؟ والله الضرب عندي على فكره الكلمتين مش هيأثروا والشتيمه ما بتلزقش، لكن الضرب بيوجع. لا انا عندي الكلام التهزيق بيوجع اكتر. طب والقلم اللي بينزل على وشك يرن ده؟ هيوجع عادي. بيقول لك الضربه تفوت ولا حد يموت. وضرب الحبيب زي اكل الزبيب. طب انت يا بسمه لو متجوزه وجوزك ضربك هتعملي ايه؟ ممكن هضربه، هرديله الضربه كده، هضرب ضربتين. هقول له لا زغده في قلبك، ضربه في قلبك يا اخي، ما تهزرش معايا الهزار ده. انا عندي مش عارف بيسموني ايه، بارده او حاجه كده. المهم بيسموكي ايه؟ بارده او تبلد كده. تبرد عندي. بصي ابقى انا هاديه خالص خالص خالص، واللي قدامي اخليه بصي ينتف شعره كده. ينتف شعره. يبقى عامل زي الفرخه اللي متفرشه كده. وانا ابقى هاديه خالص. يا بنتي ولا التهزيق ولا الضرب، لكن لو احنا مضطرين ناخد كلمتين في جنابنا. بتحبي الضرب؟ بحب الضرب اكتر من الشتيمه. بس ما بحبش حد يتأذي من اخواتي. يعني اخواتي الثلاثه كريمه وعبد الله والهام. عبد الله عنده كام سنه؟ عنده 13 سنه. بس ديت ابويا واخويا وكل حاجه بالنسبه لي. ربنا يخليهم لك يا حبيبتي. عندك كام سنه قلتي لي؟ انا عندي 23 من 24 ان شاء الله في شهر 5. طب انت هتفضلي عايشه كده كتير؟ انت برج الثور كمان، هتفضلي عايشه كده؟ لا انا برج الجوزاء 15 انت في اخره. انت برج الجوزاء واضح فعلا. طب يعني الضرب ولا الشتيمه اخر كلام؟ الضرب. كلنا نروح نضرب بسمه. ما بقى بسمه. اتفضلي. والله بحب حضرتك خالص كمان من ايام ما كنت على التلفزيون. يا رب يسعدك ويبارك لك وتدعي لي. ربنا يخليك والله العظيم. انا لما اركب عيني لكن اركب قلبي وحياة ربنا. يا سلام. ربنا يخليكي لي وتدعي لي وافضل في قلبك. ربنا يحفظك وبعد عنك ولاد الحرام يا قلبي يا رب. وانت كمان يا حبيبتي ويهديكي. باي باي. بس باي باي. يا اسماء ازيك يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. بقالك كام يوم يا اسماء كورونا؟ على الهوا كده. كام يوم على طول كده؟ قولي. 4. طب ايه حاسه انت هو الشم والتذوق؟ ها؟ بس لا طب جسمك مكسر وكده؟ كل حاجه. معلش يا سوسو. يا رب تعدي على خير. معلش ابتلاء بسيط ويعدي. يا رب يهون علينا كلنا ويعديها على خير. بس عشان بقى رعب فاهمه. قولي لي انت استحملتي كتير عشان المركب تمشي؟ انا لا مش قوي يعني، على حسب. انا عندي وجهة نظر يعني. قولي لي بقى وجهة نظرك يا سوسو. يعني المثل ده ماشي بس مش في كل الحالات يعني. في الشغل هتعملي ايه؟ هتستحملي عشان المركب تمشي؟ لا في الشغل بنستحمل طبعا، ده الوحيد اللي ما بنقدرش. طب امال في البيت؟ في البيت او مثلا في العلاقات او في بالذات لو اتنين متجوزين او مرتبطين او كده. مع رأيي انه يعني افوت عشان المركب تمشي، لو اللي قدامي برضه بيفوت. لكن انا لوحدي يعني طرف واحد لا مش هتنفع، هيخسر. ده انت الوحيده اللي قلتي كده. ده كله عكسها. قال لك في الشغل ما فوتش وما كبرش دماغي. وفي بيتي لا ما هو هكبر دماغي عن ايه؟ في الشغل ماشي يعني حاجات مثلا يعني عاديه، لكن اكيد مش مشاكل كبيره او اهانات او كده لا يعني. انا اقصد تعب الشغل يعني الشغل نفسه. اي شغل بيبقى ليه تعبه، فمفيش شغل سهل مهما كان. طبعا. بس بتفوتي عشان يعني نكبر دماغنا. لو احنا عايزين نكبر وعايزين نعلى ومركزين ان احنا هنجيب جون وخلاص. وعشان ما بتختاريش الناس اللي فيه، فغصب عنك لازم تتكيفي معاهم. ده احنا شفنا كتير احنا بنتربى من اول وجديد. انما انا قصدي العلاقات اللي نقدر نختارهم هم دي اللي نقدر بقى نشوف. يعني لازم الطرفين يشيلوا يعني، لكن واحد بس لا. تسلمي لي ونورتيني وربنا يشفيكي ويعافيكي. وادعيني يا سوسو. حاضر. انا عايزه اغنيه. عايزه اغنيه ايه؟
اي اغنيه لشيرين. يلا سبت لك الاختيار. يا اصلا محضراها. هاي نورتيني يا سوسو. ماشي وقولوا لي يلا يا جماعه الاسماء عشان انت عيانه بس ده الاستثناء. باي باي يا روح. باي باي. لا عجبتني قوي. في حد بيقول لي ايه؟ انا لازم اصبر على المركب عشان تبقى سفينه. انت عالمي، انت عالمي. فاكرين يا جماعه زمان كان في فوطه كده بنجيبها ملفوفه كده ونحطها في الميه تبقى فوطه كبيره. انا الوحيده اللي ما كانش فوطتها ابدا تكبر. تفتكر لو كنت صبرت على المركب كانت هتبقى سفينه؟ انا خسرت في كل تجاره دخلتها الا تجارتي مع ربنا، بس كل تجاره فشل. بيقول لك ان في دراسه مهمه عشان تعملها عشان تعالج التراكمات اللي بتيجي بعد ما استحملت كتير عشان الدنيا تمشي. يا الضحك يا العياط عشان تخرج الطاقه السلبيه عشان تعرف تكمل. تحكي لحد بتحبه اللي مضايقك تخرج الطاقه، او الطبطبه يا اخي. طبطب يا اخي. البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا اف ام. البرنامج اللي بيقولوا عليه. هذا البرنامج برعاية وي قبل أي حد. وبرعاية وي قبل أي حد البرنامج اللي بيقولوا عليه. معاكم سالي عبد السلام. بيقول لك استحمل عشان المركب تمشي. الو ازيك يا وائل؟ الحمد لله. عامل ايه؟ انت وائل اتكلمت كام مرة عشان تعرف توصل لنا؟ لا بصي من اول ساعه يعني بقالي ساعه عشان اعرف اوصل. لم علينا عبيدك يا رب وخليهم يتعبوا عشان يوصلوا لنا عشان يعرفوا قيمتنا. لازم تعملي خط ساخن يا سالي. نعمل واحنا اللي هنرد عليه برضه. يعني انا هرد على تليفونين وكمان خط ساخن لما صلي على النبي. لا الكوكيس جوتريا. استحملت قد ايه عشان المركب تمشي؟ بص يا سالي انا شلت مراكب وشلت كل حاجه وجبال تشيلني وجبال تحطني وابن بطوطه. اسمعيني يا سالي. بصي انا صحابي شلتهم وعيلتي شلتهم وكل صحابي في الشغل كنت شلتهم. وفي الاخر لما وقعت مين شالك؟ والله ما في حد سالي. يعني بص يعني يتعدوا على الاصبع. يعني انا مشكلتي يتعدوا على الاصبع بالظبط. اصبع واحد. عماد مأكد لي. ده عماد مأكد لي. يعني بص يا سالي في العيله مثلا تعالى يا وائل فاهم. تعالى في انت عندك كام سنه يا وائل؟ 28. لا يا وائل انت لسه هتعيش معانا شويه حلوين. ما ينفعش تكمل بده. ما ينفعش يبقى هو ده الاتيتيود. ما ينفعش يبقى هي دي الطاقه اللي هتوصل لنا يا وائل. افهميني بس يا سالي. افهمك ايه يا ابني؟ ما تشيل 28 دي احنا كنا بناكل الزلط. ما انا جالي في الدنيا اصبري. جالي يا سالي كده يعني ربنا يبعد عن الجميع. يعني حاجه في فريق الشعر اسمها الثعلبه. طلعت لي ده من كتر الستريس. ثعلبه في الشعر اللي هي بتبقى اماكن فاضيه في الشعر ما بتطلعش فيها شعر عشان الستريس وعشان الضغط ومشاكل في المناعه. طلعت لي يابا 12 واحده. ده ضربوا فجاه 12 واحده في شعري كده مش مصدقه. تفتكر ده هم اللي كانوا عاملين عليها ستريس؟ هم السبب يعني يا واد. تحب تتهم مين بالثعلبه اللي جت دي؟ والله بصي جت لي ممكن جتني نفسيا. لا تتهم مين بسبب هذه النفسيه بس كده؟ يعني بس اللي ما وقفش جنبي. اتهم المجتمع والناس. بشكرك سيدي وائل نورتني. باي باي. باي باي. جبت لي الثعلب. يعني انا قاعده مكبره دماغي بس انا لاقي على الواتساب ان انا يعني دخلت في جروب سوبر ماركت زهراء المدينه. لا دي حاجه ما يتسكتش عليها ابدا. لا والله العظيم بقى لا بلا مركب بلا بتاع. لا حبه بيكوي. هو ليه ما فيش 5 صراحه نزلت على طول كده؟ طب بقول لكم ايه؟ قال لك استحمل عشان المركب تمشي. يختي لازم الواحد يقول ايه كلام جد ويبطل يهزر في اخر 5 دقايق دول والله. بنستحمل عشان المركب تمشي. على فكره استحمل عشان المركب تمشي في كل حاجه. عشان انا اكتشفت حاجه مؤخرا وسمعتها بودني. يعني ما احتاجتش ان انا اروح لحد عشان يفسرها لي. كانت في سورة البقرة. فيعني انه بما معناه انه الله الغني عن صدقة يتبعها من او اذى. انا عايزه افهم في ايه. فانا عماله ايه انا بفضل مستحمله وفجأة تلاقي كلام سم بقى. سم ما حدش خده قبل كده. يعني ومش لازم اكون بغلط. يعني مش لازم اقول كلام قليل ادب. يعني مش لازم اشتم بس كلام سم. بقول الحقيقة والحقيقة بتوجع فبتتفاجئوا كلكم صح. بس بفضل ماسكه نفسي. بعد كده بقيت اقول ايه المعامله الحلوه هعملها لله. دي صدقه لله. دي انا هخدم الناس عشان لله. عشان ربنا ما يحوجني لحد. عشان مش عارف ايه.
هستحمل عشان المركب تمشي، بس لما بدأ يجي على صحتي كمان زي ما كنا بنقول، وائل من مستمعينا كان بيقول، بدأت أقول برضو مش مهم يعني، لا بستحمل كتير، بس يعني صدقة يتبعه أذى. يعني أنا عشان أعمل لحد جميل أو معروف أسمعه كلام سم لو هو ما كانش عند حسن ظني، لا ده ما فيش الكلام ده مش حلو خالص. لأنه حتى إسلام أبو إسماعيل أهو على الSMS بعد دلوقتي 1927 قال لك كل إنسان وليه طاقة. حتى إسلام أبو إسماعيل مش مستحمل يعني، فاهم؟ أهو أنا الراجل أهو لا يعرفني ولا يعرفكم، معدي بالصدفة راح رامي الكلمتين ومشي، حقه. نتكلم جد. استحمل عشان المركب تمشي، قالوها صح. مش عشان المركب تمشي، عشان الدنيا تمشي. عشان لو قعدت ركزت في كل حد مش هتخلص. تعرفين انا بقيت اتعامل مع الناس ازاي؟ بقيت كل واحد بلتمس له الاعذار على حسب ظروفه. حرام، يمكن عشان مع عمرها مثلا ما شافت ثقه قبل كده. طب ده مامته لسه متوفيه من كام يوم، فطبيعي ان هو يكون اجريسيف كده وشايل ستريس. طب ده ما اعرفش ده جراله ايه. طب ده ممكن يكون اتخدع قبل كده، فطبيعي ان هو يتعامل معايا بحذر قوي كده. ممكن يكون هو مثلا خايف من حاجه، طب خلاص معلش. بقيت اعمل كده عشان اكبر دماغي ومركب تمشي والدنيا بتعدي. يعني بص، ربنا بيتولانا، لا يحمل الله نفسا الا وسعها. يعني مش هيدينا فوق طاقتنا خالص، فسيبوها على الله، خلي المركب تمشي يا عم. لكن هنقعد بقى نخسر اللي عايز يمشي باي باي. لكن انا اعمل لحد حاجه حلوه واستحمل فسمعوا كلمتين، ده مش حلو. انا بحاول احرم، بحاول. هتوحشوني، باي باي.